سوري قلب السوشيال ميديا، شو نصها؟ بوظة، كنافة، سحلب، ايس كريم ايس كريم ايس كريم ايس كريم، كنافة، سحلب، بوظة، ايس كريم ايس كريم ايس كريم ايس كريم، كنافة، بوظة، سحلب، بقلاوة، حلاوة، عبيله اوديله بالكيلو، بوظة، كنافة، سحلب. مرحبا بالامارات بحب سوريا. انا عماد طبعا من الشام. بلشت قصتنا من 3 سنوات بشكرجي. عرض علي صاحب المطعم انه في عنا شغل بالامارات. طبعا وافقنا لانه يعني الامارات معروفه يعني وهيك بلشنا. هلا كنا بدنا نلاقي طريقه للترويج غير الطريقه التقليديه، انه تفضل او لو يعني اذا بتحب كذا. فحاولنا نلاقي شيء، فطلعنا بالمنتجات. عندنا البوظه العربيه، الكنافه، البقلاوه، السحلب، يعني هي المواد حاولنا لحناها كذا وانطلقنا فيها. نحن كشوان دق البوظه بيتناغم مع الموسيقى، والناس تحب هي الشغلات، يعني ما بتحب شيء المصطنع. طبعا انا بفرح كثير من قلبي اني دخلت الضحكه على ملايين الناس، مو بس بسوريا ولا بس بالامارات، بكل انحاء العالم، حتى مو بس بالوطن العربي. يعني وصلت صوتي لكل انحاء العالم. حسين مدغمش من سوريا، فاوندر شكرجي وبارتنر. شكرجي بلشت 2020 بفكره ما بعرف يعني كثير كانت صغيره بسوريا بدمشق. توسعت بطريقه غريبه وسريعه كثير بتوفيق من عند رب العالمين. صرنا من الاوائل بالحلويات بسوريا. ب3 سنين فكرنا للتوسع. كان اول خيار بالنسبه لنا هي الامارات، لانه هي بوابه العالم بصراحه. يعني عم نتعمد نكون بالقريه العالميه، دائما عندنا ايتم جديد يعمل ترند بالقريه العالميه. الكون هو عباره عن كنافه، وهي كانت لاول مره بنساويها، وطبقت عليها الغنيه اللي هي بوظه وكنافه وسحلب. بوظة، كنافة، سحلب، ايس كريم ايس كريم ايس كريم ايس كريم، كنافة.